السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير اخواتي وحبايبي واصحابي اللي دايما بيشرفوني وينوروني على قناة باكورد مع احمد اللفندي. الحقيقة بس عندي تفاصيل عن بن شرقي. بن شرقي ماشي من الجزيرة الاماراتي، بن شرقي مشي، بن شرقي جاي الاهلي، بن شرقي رايح الزمالك، بن شرقي رايح النادي الاهلي وبيكلمه راجع الزمالك ولا لا. كل ده هقوله لك. لايك، اشتراك، فعل الجرس على الكل. ما تنساش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله في كل زمان ومكان. شوف يا سيدي، بن شرقي مشي من الجزيرة الإماراتي وهو تقريبا دلوقتي خلص فسخ عقده بالتراضي فلاعب فري. هيجي النادي الأهلي في كلام في كلام. اللي واقف هو إيه اللي موقف الموضوع؟ الرقم. هو بيتكلم في رقم عالي شوية. هو كان بياخد رقم كبير جدا في الجزيرة الإماراتي بس ما كانش مدي حاجة والناس سابوه لأنه مستواه ما كانش كويس معاهم. احنا ملناش علاقة، النادي الاهلي عايزه ولكن هو بيتكلم في 3 مليون دولار. 3 مليون دولار خصوصا بعد صفقة امام عاشور. كله هيمسك بقى في الموضوع ده بعد كده. اللي جاي ايه اللي هيحصل؟ هقول لك. اللي يعني اللي الفترة اللي جاية هيبقى في كلام ان نادي الزمالك، لا نادي الزمالك مش هيجيب بن شرقي لان الخزينة بتاعته لا تسمح ان هو يبقى في الصفقة دي. طيب مين اللي هيدخل بكثافة؟ هو النادي الاهلي. هيكمل مش هيكمل؟ عايز بقى تعرف اللي جاي ايه اول ما يحصل جديد؟ تابعني هنا بس، مش هتعرف اي حتة تانية غير عندي هنا بس مع احمد اللفندي. الحقيقة بس عندي على قناة باكورد دايما هتلاقي كل جديد والجديد كله جديد. وطبعا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لايك، اشتراك، شير، فعلوا الجرس على الكل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سيبكم في رعاية الله دايما كده، يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم. سلام.